أنا مش عارفة، أنا بافكر أسافر طيب. أنا دلوقتي أنا أهم حاجة أنا عايزة أسافر. أنا ماليش حد وبفكر أهرب وأسافر برا مصر. أنا هسافر الإمارات وهرجع أكمل شغل هناك. بانهيار ودموع خوف بين اللي مستنيها واللي عاشته الفترة اللي فاتت في حبسها، وما بين الندم على اللي عملته طول حياتها وكان السبب في ضياع مستقبلها. سلمى الشيمي في تسجيل صوتي مسرب ليها قبل حبسها رجعت تتصدر الترند كعادتها، بس المرة دي بهروبها علشان تفلت من العقوبة. فيا ترى إيه اللي قالته سلمى الشيمي في التسريب الصوتي ده، وإزاي عايزة تهرب ومش هتكمل مدة الحبس؟ تفاصيل خطيرة وأسرار في قضية سلمى الشيمي هتعرفها لأول مرة. طول الفترة اللي فاتت كان كل اللي بينتشر عن سلمى الشيمي وبيخليها تتصدر الترند اعترافاتها في التحقيقات، ما بين انها بتبرأ نفسها وبين انها بتورط اشخاص تانيين علشان تطلع زي الشعرة من العجين. لكن الصور صورها والفيديوهات بتاعتها، ومع اعترافاتها دي تم الحكم عليها من شهرين تقريبا بالحبس 2 سنين وتغريمها 100,000 جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور غير أخلاقية. ولكن الساعات اللي فاتت انتشر تسريب صوتي ليها فاجئ الكل بسبب محتواه، اللي بالمناسبة هو ملهوش علاقة بمحتواها القديم، ولكن كانت بتكلم حد وبتقوله أنا لسه نازلة النهاردة وأنا عديت من كل حاجة، وقفت في الجوازات قالوا لي أنت ليكي عداوة مع حد، فأنا مرضيتش أقول اسم ولا أي حاجة، وأنا دلوقتي هو مش واضح على الكمبيوتر هما موقفيني ليه. أنا قلت لمسؤول الجوازات هو في قضية أو حاجة، قالوا لي لا لسه مش عارفين، وبعدها قالوا لي تقدري تعملي مكالمة وعرفي أهلك إن أنت واقفة في المطار، وما كنتش عارفة أتصرف. بعدها الجهات المختصة بلغوني إننا هنتحرك على اسكندرية ومش عارفة إيه السبب. محدش هيصدق، أنا ماليش حد وبفكر أسافر الإمارات أرجع أكمل شغلي هناك. سلمى الشيمي عايزة تهرب برا مصر علشان ما تطبقش العقوبة عليها، لأنها شايفة نفسها مظلومة وما عملتش حاجة تستاهل العقوبة دي. علشان كده وبعد إصدار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الحكم عليها، حددت المحكمة جنح مستأنف الاقتصادية جلسة 9 من شهر نوفمبر الحالي لنظر استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100,000 جنيه. وده رغم إن المحكمة قالت في حيثيات الحكم على سلمى بإن باستجوابها في التحقيقات أنكرت اللي نسب ليها من اتهامات، وبعرض موبايلين اللي تم ضبطهم أقرت إنهم بتوعها، وبفحص الموبايلات دي اتضح إن موجودة عليهم تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك ويوتيوب، وبفحص كل تطبيق تبين إنه تم النشر عليه كتير من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وبعرضهم عليها قالت إن التطبيقات دي خاصة وهي اللي عملتها، وإن الفيديوهات دي خاصة بيها ما نشرتهاش. هي طبعا شايفة نفسها بلوجر وصانعة محتوى وبتعمل فيديوهات بما إنها موديل وكده، ولكن بعد كده واحدة واحدة دخلت سكة اللي بيروح ما بيرجعش، السكة الغير أخلاقية، وعملت حساب على تيك توك وبدأت تستعرض جسمها خلال الفيديوهات علشان تلم مشاهدات وفلوس أكتر والريتش يعلى. سلمى مش أول مرة تتعرض للهجوم بسبب محتواها، تقريبا من بداية ظهورها من 2018 وصورت أكتر من 500 فيديو غير أخلاقي لحد ما وقعت ومحدش سمع عليها ودورها جه، ويمكن اتعرفت أكتر بين الناس من سيشن التصوير الفرعوني الغير أخلاقي اللي عملته بدون تصريح في الأهرامات، وده خد معاها ناس كتير في الرجلين. 2 من مفتشي وزارة الآثار و4 من أفراد الأمن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، وقالت ساعتها أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه، بس أنا ما كنتش أعرف اللوائح والقوانين، وفعلا تم إخلاء سبيلها. كده سلمى عملت اللي هي عايزاه، وفي انتظار المحكمة تعمل اللي هي عايزاه وتستحقه فعلا، وكلها أيام ويتحدد مصير سلمى الشيمي اللي هيكون رفض الطعن على الحكم، وجايز يكون مدة أكتر بعد التسريب الصوتي بما إنها فكرت في الهروب. تفتكروا مين اللي سرب التسجيل الصوتي ده ليها؟ ويا ترى حد من اللي كانت ورطتهم معاها في اعترافاتها في التحقيقات علشان ينتقم منها؟ مستنيين تعليقاتكم.